السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي اللي داخلين أولى ثانوي، أهلا بيكم. معاكم سيد صابر أستاذ اللغة العربية. تعالوا النهارده كده نعرف تفاصيل العربي في أولى ثانوي. أنت طالع من ثالثة إعدادي داخل أولى ثانوي، العربي شكله عامل إزاي؟ إيه الفروع يا مستر اللي عندي؟ تعالى جهز كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك، قلمك وكشكولك وتعالى ورايا. بص يا معلم، أول حاجة عندنا في فروع المنهج عندنا التعبير. انت كده كده عارف التعبير من اعدادي، ما عندكش فيه اي مشكله، مكمل معانا في ثانوي مفيش اي مشاكل. طيب عندنا القراءه والنصوص. عندنا القراءه والنصوص فيهم حاجه مختلفه. ايه هو المختلف؟ ان انت في اعدادي كنت متعود ان القراءه والنصوص، القراءه اللي عندي في المنهج والنصوص اللي عندي في المنهج، واخش الامتحان حافظ المعاني وحافظ مواطن الجمال والاسئله واخش احل ما عنديش اي مشاكل. طب في اولى ثانوي ايه الجديد؟ الجديد ان احنا عندنا القراءه والنصوص متحرره. يعني ايه يا مستر متحرره؟ مش فاهم. يعني هيجي لك نصوص في المنهج وهيجي لك دروس قراءه في المنهج، بس مش هي دي اللي هيجي لك في الامتحان. امال ايه يا مستر اللي هيجي لي في الامتحان؟ هيجيب لك نصوص متحرره. يعني ايه نصوص متحرره؟ هيجيب لك نص من خارج المنهج وهيطلب منك اسئله. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التدريب والحل. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا فرع النحو، طبعا مكمل معانا ما عنديش اي مشكله. الفروع الجديده اللي عندي يا مستر، عندي فرع اسمه فرع البلاغه. طيب ايه هو فرع البلاغه ده يا مستر؟ يعني مش فاهم. فرع البلاغه ده، فاكرين ثالثه اعدادي؟ فاكرين مواطن الجمال اللي احنا ما كناش بنذاكرها؟ مواطن الجمال دي جت قالت لك ان الاهتمام ما بيطلبش، فانا هاجي في اولى ثانوي هطلبه بالعافيه. هتطلبيه بالعافيه ازاي؟ انا هعمل فرع لوحدي واسميه البلاغه. طيب احنا النهارده هنتكلم عن جزء بسيط في البلاغه، بس اللي عايزك تعرفه ان احنا عندنا فرع جديد اسمه البلاغه. عندنا فرع جديد كمان اسمه الادب. طب يعني ايه الادب؟ الادب يعني بيتكلم عن الشعر والنثر. يعني ايه يا مستر بيتكلم عن الشعر والنثر؟ يعني في العصر الجاهلي الشعر كان عامل ازاي؟ احوال الشعر كانت ايه؟ واحوال النثر كانت ايه؟ ده كده فرع الادب، وفرع سهل جدا وبسيط مفيش اي مشاكل. طب القصه يا مستر، احنا عندنا قصه عنتره في سنه اولى ثانوي، لكن خلي بالك ان القصه في اولى ثانوي هي مجرد اطلاع. يعني ايه اطلاع؟ يعني هيجي لك فيها سؤال في الامتحان او مش هيجي لك فيها اسئله خالص، مجرد بس ان انت بتقرا القصه. طب السؤال ده بيجي لي ازاي؟ تعالى نشوف تفاصيل الامتحان. بعد كده ما عرفنا الفروع اللي عندنا، تعالى كده نشوف. تعالى كده لما اقول لك شكل الامتحان. انا دلوقتي عرفت الفروع يا مستر اللي عندي في اولى ثانوي. طب شكل الامتحان بتاعي عامل ازاي؟ صلى على النبي. عندنا شكل الامتحان، عندنا اول حاجه التعبير. عندنا اول حاجه التعبير، نجيب بس القلم كده. طيب اول حاجه عندنا التعبير. اول حاجه عندنا التعبير، عندنا سؤالين، والسؤالين دول بيكونوا مقالي. يعني ايه مقالي؟ يعني بيطلب منك ان انت تكتب بايدك. بيبقى عندنا سؤالين، السؤالين دول في الامتحان عليهم 10 درجات. ده كده بالنسبه للتعبير. طيب بالنسبه للقراءه، بالنسبه للقراءه بيجي لي حاجه اسمها نص معلوماتي ونص ادبي. قطعه قراءه معلوماتيه وقطعه قراءه ادبيه. قطعه القراءه المعلوماتيه عليها 8 درجات. طب والنص الادبي عليه 7. يبقى كده مجموع القراءه عندنا في الامتحان 15 درجه. طب يا مستر النصوص، النصوص احنا عندنا حاجه اسمها نص شعري ونص نثري. عليه كام درجه وعليه كام درجه؟ النص الشعري 7 درجات والنص النثري 8 درجات، برضه مجموعهم 15 درجه. طيب يبقى انا كده يا مستر عندي القراءه والنصوص في الامتحان عليهم 30 درجه، عليهم 30 درجه، تقريبا نص الامتحان، فهيبقوا محتاجين مننا شويه شغل. طيب عندنا النحو. النحو عندنا اختيار من متعدد 10 درجات. خلي بالك ان الامتحان بتاعك كله اختيار من متعدد، الا سؤالين التعبير بيكونوا مقالي. طب عندنا البلاغه، الفرع الجديد اللي احنا اتكلمنا او هنتكلم عنه، اختيار من المتعدد برضو 5 درجات، 5 اسئله ب5 درجات. طب الادب، الفرع الجديد اللي عندنا في اولى ثانوي، برضو اختيار من متعدد 5 درجات. طب بالنسبه يا مستر للقصه، القصه هيجي لي فيها سؤال او ممكن ما يجيش فيها اسئله خالص، على حسب مزاج اللي بيحط الامتحان. جاب لك سؤال، هيجيب لك سؤال في القراءه. طيب هيجيب لك سؤال في التعبير بخصوص القصه، ممكن ما يجيبش في القصه خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب دلوقتي انا عندي اجمالي الاسئله في الامتحان 52 سؤال.
منهم 50 سؤال اختيار من متعدد، وعندنا سؤالين مقالي. يبقى مجموع الدرجات كلها 60 درجة. بس خلي بالك ان الامتحان زي ما قلت لك، او نظام ثانوية عامة او العربي في ثانوية عامة مختلف اختلاف تام عن ثالثة اعدادي، محتاج شوية تدريب ومحتاج شوية شغل. طيب احنا كده عرفنا الفروع الجديدة اللي عندنا في المنهج، وعرفنا كمان شكل الامتحان. تعالى كده ناخد جزء تأسيسي في البلاغة أعرفك يعني إيه بلاغة. يلا بينا أبطال، ناخد جزء تأسيسي في البلاغة نعرف يعني إيه بلاغة. طيب يعني إيه البلاغة؟ البلاغة بمنتهى البساطة هي عبارة عن تعبير. يعني إيه تعبير بقى؟ مش التعبير اللي أنت كنت بتهبط فيه في إعدادي، لأ. البلاغة يعني تعبير، يعني ما يدور في نفس الأديب من مشاعر وأحاسيس. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا مش فاهم. يعني دلوقتي الأديب أو الشاعر اللي بيجي يكتب شعر أو بيكتب نثر، الراجل ده لو مبسوط فهو هيكتب شعر يدل على إن هو مبسوط. طب لو الراجل ده زعلان هيكتب شعر إن هو زعلان. يبقى الراجل بيعبر عن اللي جواه من مشاعر وأحاسيس. هي دي البلاغة. يبقى البلاغة عندنا اسمها تعبير. طيب بس التعبير ده خلي بالك ان هو لازم يكون مناسب لمقتضى الحال. يعني ايه مناسب لمقتضى الحال؟ يعني ما ينفعش تروح عزا صاحبك وتقعد مع اصحابك تهزروا واللي معدي تقول له الف مبروك، لا. البلاغه المفروض ان انا بعبر عن حاجه. طب الحاجه دي على حسب الموقف اللي انا فيه. لو انا في حاجه حزينه بعبر اقول له البقاء لله لان انا في عزا. طب لو انا رحت مناسبه، رحت فرح، لا الف مبروك. دي اسمها بلاغه، ان انا بعبر عن المشاعر والاحاسيس اللي جوايا بكلمه او بجمله. تمام كده؟ هي دي البلاغه. يبقى البلاغه عندنا اسمها تعبير. طيب التعبير عندنا بينقسم الى جزئين: تعبير حقيقي وتعبير مجازي. يعني ايه تعبير حقيقي ويعني ايه تعبير مجازي؟ قلت لك ان احنا البلاغه هي عباره عن جمل احنا بنعبر بيها. طيب يعني ايه بقى حقيقي ويعني ايه؟ عندنا البلاغه قلنا ان التعبير ده ممكن يكون تعبير حقيقي او تعبير مجازي. يبقى عندنا يا اما تعبير حقيقي يا اما تعبير مجازي. طيب ايه هو التعبير الحقيقي ده يا مستر؟ التعبير الحقيقي ان انا بعبر عن ان انا سعيد، فانا بقول ان انا سعيد بنجاحي. ده بسميه تعبير حقيقي. يعني ايه تعبير حقيقي؟ يعني انا بستخدم كل كلمه في معناها. انا مبسوط او سعيد ان انا نجحت. طيب لما اجي اقول لك انا اطير من السعاده، هتقول لي يا مستر دقيقه واحده، هو انت هتطير فعلا؟ لا، بس ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه تعبير مجازي. ليه؟ لان انا استخدمت كلمه في غير معناها. هو انا مش هطير، بس انا بقول ان انا مبسوط فعبرت بحاجه اسمها تعبير ايه؟ تعبير مجازي. هو ده عندنا التعبير المجازي. طب البلاغه يا مستر اللي احنا هندرسها في اولى ثانوي او اللي احنا هندرسها في المرحله الثانويه دي بندرسها ليه اصلا؟ علشان التعبيرات المجازيه. فاكرين مواطن الجمال اللي احنا كنا بنكروتها في ثالثه اعدادي؟ اللي هو انت بتيجي تذاكر كده النص، حفظت المعاني، تروح على الاسئله، مواطن الجمال تروح قالب. مواطن الجمال دي اتحولت لبلاغه. كلها تعبيرات ايه؟ تعبيرات مجازيه. انت كنت بتيجي تقعد تقول ايه؟ تعبير جميل حيث شبه كذا بكذا، صح؟ حيث شبه الجندي بالاسد في الشجاعه. هي دي البلاغه. طيب البلاغه عندنا بتنقسم الى ايه؟ البلاغه عندنا بتنقسم لثلاث علوم. حاجه اسمها علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. طيب احنا يا مستر مقرر علينا ايه في اولى ثانوي؟ في اولى ثانوي انت مقرر عليك في علم البيان درسين. ايه هما الدرسين؟ التشبيه والاستعارة. ده الترم الاول. احنا هنتكلم النهارده عن جزء صغير في التشبيه. نعرف يعني ايه تشبيه، مجرد تأسيس ليك تعرف الامور في البلاغه ماشيه ازاي، والدنيا بسيطه ان شاء الله. طيب تعالوا كده معايا نتكلم عن التشبيه. احنا عرفنا ان احنا خلاص يا مستر الترم الاول عندنا تشبيه واستعاره. طب التشبيه ده هو ايه؟
تعالى بقى معايا كده، ايه هو التشبيه؟ التشبيه بمنتهى البساطة ان انا بشبه شيء بشيء. يعني ايه بشبه شيء بشيء؟ يعني مثلا تعال احكي لك حكايه لواحد اسمه حماده، طفل صغير لسه جاي الحياه ما كملش ساعه. المهم ان طبعا كلنا واحنا صغيرين عدينا بموقف زي ده. انت اول ما اتولدت وجيت للحياه الفسيحه، طبعا العيله كلها حواليك وكله عمال يبص لك كده نظرات تامل. فالمهم ان الواد حماده ده عمته اول ما بصت في وشه كده قالت لك ثواني، الواد زي أبيه في الذكاء. أول ما بصت للواد كده، أول ما بصت له، حاجة ده لسه مولود، أول ما بصت له كده قالت لك الواد ده زي أبوه في الذكاء، الواد ده ذكي جدا زي أبوه. طب هي دلوقتي عمته أو عمة الواد حمادة عملت إيه؟ هي دلوقتي بتشبه مين بمين؟ بتشبه حمادة بأبوه. طيب وبعدين جه خالته قالت لك لا، أبوه إيه وذكاء إيه؟ الواد زي امه في ايه بقى؟ قلت لك في الجمال. الواد ما شاء الله قمر طالع لمامته بالظبط. حاجه ده لسه مولود برضه، لا هو طالع زي القمر لمامته. ماشي، هما الاثنين بيعملوا ايه دلوقتي؟ الاثنين بيعملوا حاجه اسمها تشبيه، ان انا بشبه حاجه بحاجه. طيب انا هنا بشبه مين؟ بشبه الواد اللي هو حماده بابوه في ايه بقى؟ في الذكاء. طيب وبعدين خالته جت قالت لك ايه؟ لا الواد ده زي مين؟ الواد ده زي امه، بس في ايه؟ في الجمال. ده بسميه اسلوب تشبيه. بسميه اسلوب ايه؟ تشبيه. طيب ايه اركان بقى اسلوب التشبيه؟ قال لك ان اسلوب التشبيه بيكون عندي 4 اركان. اولهم المشبه، مشبه به، الاداه، وجه الشبه. دي 4 اركان للتشبيه عندي. بالنسبه لاهم ركنين عندي في التشبيه هو المشبه والمشبه به. اهم ركنين عندي، لو اتحذف منهم حاجه ما يبقاش تشبيه، وهناخد الكلام ده بعدين. بس لازم التشبيه مشبه ومشبه به. بشبه حاجه بحاجه، بشبه شخص بشخص، بشبه شخص بحاجه تانية. طيب ده كده اركان التشبيه. تعال نروح للامثله بتاعت حماده. بص كده، انا هنا بشبه مين بمين؟ انا بشبه الواد زي مين؟ زي ابوه. تقول لي طب تمام، انا عندي الواد هنا هو المشبه، انا بشبه مين؟ الواد حماده. بشبهه بمين؟ بشبهه بابوه، ده المشبه به. طيب زي دي ايه يا مستر؟ زي دي انا بسميها الاداه. بسميها الاداه ازاي؟ احنا عندنا في التشبيه ركن من الاركان بنقول عليه اداه التشبيه. طب الاداه ممكن تكون ايه؟ الاداه ممكن تكون الكاف، او كأن، او مثل، او مثيل، او يناظر، او يحاكي، او يشابه. كل دي بنسميها ادوات. طب كلها بمعنى ايه؟ كلها بمعنى زي. يعني ايه بمعنى زي؟ يعني كلها تمشي بمعنى زي. طيب يبقى انا لو عايز اعرف ان في تشبيه هنا ولا لا، بقول مين زي مين؟ مين زي مين؟ بشبه شيء بشيء. طيب زي الفل. تعال نكمل. انا بقول ان الواد ده المشبه، زي دي الاداه. زي مين؟ زي ابوه. طب زي ابوه في ايه؟ في الذكاء. دي بنسميها وجه الشبه، او كمان بنسميها الصفه المشتركه. يعني ايه الصفه المشتركه؟ هو انا دلوقتي بقول ان الواد ده زي ابوه في ايه؟ الواد زي ابوه في الذكاء، يبقى الصفه المشتركه بين الاثنين هي الذكاء. طيب هل الصفه المشتركه دي على طول بتجي لي كده بالشكل ده؟ بيجي لك جار ومجرور، او بيجي لك كلمه تمييز تنفع تيجي جار ومجرور. طيب وجه الشبه او الصفه المشتركه لازم تكون بتشترك بين الاثنين. يعني ايه تشترك بين الاثنين؟ يعني موجوده في الواد وموجوده في ابوه، اللي هي صفه الايه؟ الذكاء. ماشي. تعالى على المثال الثاني. ان الواد زي مين؟ زي امه. طبعا خالته ما سكتتش. طيب الواد مشبه، الواد زي زي دي الاداه. ماشي. زي مين؟ زي امه. مشبه به. ماشي. الواد زي امه في ايه؟ في الجمال. دي بسميها وجه الشبه او الصفه المشتركه.
ان هما الاثنين بينهم صفه مشتركه، وهي ايه؟ وهي ان الواد زي امه في ايه؟ زي امه في الجمال. ده كده بالنسبه لاركان التشبيه. يبقى احنا عندنا كام ركن للتشبيه؟ عندنا 4: المشبه والمشبه به واداه التشبيه ووجه الشبه. كده احنا خلصنا اركان التشبيه. طب سؤال يا مستر، هل الاربع اركان بتوع التشبيه لازم يكونوا موجودين؟ هي دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، ان هو التشبيه ممكن يجي لي فيه الاربع اركان او يتحذف منهم ركن او ركنين، وده هنتكلم فيه انواع التشبيه. يلا بينا يا ابطال نعرف ايه هي انواع التشبيه. التشبيه عندنا بينقسم الى مفرد ومركب. طب احنا النهارده مثلا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن المفرد. المفرد عندنا في كام نوع؟ في 3. النوع الاول بسميه مفصل، النوع الثاني مجمل، النوع الثالث بليغ. دول كده ال3 انواع من التشبيه اللي احنا هنتكلم عنهم، اللي هو التشبيه الايه؟ التشبيه المفرد. طيب تعالى كده نتكلم عن التشبيه المفرد، ونتكلم عن اول حاجه خالص عندنا وهي التشبيه المفصل. طيب يعني ايه تشبيه مفصل؟ تشبيه مفصل كده بالبلدي انا عايز 4/4. يعني ايه 4/4؟ يعني عايز الاربع اركان موجودين: مشبه، مشبه به، اداه تشبيه، وجه الشبه. تعالى ناخد مثال. لما اجي اقول لك دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم كالبدر في الاشراق، واجي اسالك واقول لك هل ده تشبيه؟ هتقول لي يا مستر ثواني، هو انا اعرف منين ان ده تشبيه اصلا؟ انا قلت لك اسال بزي. مين زي مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زي البدر. ده تشبيه. طب تعالى معايا، فين المشبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشبه. فين الاداه؟ اللي هي الكاف، اللي هي بمعنى زي. الرسول صلى الله عليه وسلم انا بشبهه بايه؟ بالبدر، يبقى ده المشبه به. تمام زي الفل. الرسول والبدر بيجتمعوا في صفه، ايه هي؟ في الاشراق. دي بسميها وجه الشبه او الصفه المشتركه بين الاثنين. طب انا يا مستر دلوقتي انا واخد بالي ان احنا عندنا 4 اركان. عندنا المشبه، مشبه به، الاداه، وجه الشبه. ال4 موجودين عندي. ده بسميه تشبيه مفصل. بسميه تشبيه ايه؟ المفصل. التشبيه المفصل انا بحتاج 4/4. ال4 موجودين. المفصل في الاركان ال4 دي بتبان. طيب ده كده كان اول نوع اللي هو التشبيه المفصل. طب تاني نوع يا مستر؟ تاني نوع وهو المجمل. يعني ايه مجمل؟ بالبلدي كده 3/4. يعني ايه 3/4؟ يعني انا محتاج 3 اجزاء او 3 اركان من التشبيه. طب ايه ال3 اللي انا محتاجهم؟ او ايه اللي انا هحذفه؟ بص كده: حذف الاداه او وجه الشبه. ازاي؟ تعال ناخد مثال. لما اقول لك جنود مصر كالاسود، واجي اسالك واقول لك هل ده تشبيه؟ هتقول لي ثواني كده، جنود مصر زي الاسود. ده تشبيه. نفعت بزي. مين زي مين؟ جنود مصر زي الاسود. يبقى فين المشبه؟ المشبه جنود مصر. طب جنود مصر زي ده في كاف اهي، دي الاداه. جنود مصر زي ايه؟ زي الاسود. ده المشبه به. انا ملاحظ حاجه يا مستر. ايه؟ مفيش وجه شبه هنا. عندك حق فعلا مفيش وجه شبه. طب انا عندي كده كام ركن من ال4؟ عندي 3. عندي 3/4. انا حذفت الايه؟ انا حذفت وجه الشبه. هو عادي احذف وجه الشبه؟ مفيش اي مشكله. المجمل بيقول لك حذف الاداه او وجه الشبه. المجمل ده معناه نحذف وجها او اداه. عندنا كام؟ 3/4. ده كده بالنسبه للمجمل. طيب بالنسبه للنوع الثالث اللي هو البليغ. البليغ قال لك بالبلدي بالعاميه كده وبالبلدي 2/4. يعني ايه 2/4؟ قال لك محتاج ركنين بس.
هتقول لي ايه هم الركنين؟ الاداه وجه الشبه. هقول لك لا طبعا، طالما بنقول تشبيه يبقى لازم الركنين اللي عندي مشبه ومشبه به لازم يكونوا عندي موجودين. طيب البليغ زي ايه؟ العلم نور. بص كده، ده اسلوب تشبيه. هتقول لي العلم نور، العلم زي النور، ده تشبيه. عرفت منين زي؟ هي اللي هتحل الموضوع. العلم زي النور يبقى ده تشبيه. طب فين المشبه؟ العلم. طب فين المشبه به؟ نور. بشبه العلم بالايه؟ بالنور. عندي اداه؟ ما عنديش. عندي وجه شبه؟ ما عنديش برضو. يبقى 2 على 4، يبقى ده انا بسميه تشبيه بليغ. طيب تعالى ناخد مثال كمان. لما اجي اقول لك العلم حياه، نفس الكلام. طيب عندنا مشبه اللي هو العلم، بشبهه بايه؟ بشبه العلم بالايه؟ بالحياه، يبقى دي مشبه به. عرفت منين ده تشبيه اصلا؟ العلم زي الحياه. طيب يبقى انا عندي كام ركن؟ 2 على 4، يبقى ده بسميه تشبيه بليغ. ده كده بالنسبه لانواع التشبيه المفرد. عندي 3 انواع: مفصل، مجمل، بليغ. المفصل في الاركان الاربعه دي بتبان، اما المجمل ده معناه نحذف وجها او اداه. البليغ العلم حياه دون وجه. دي كده انواع التشبيه المفرد اللي احنا هنتكلم عليها النهارده في الجزء التأسيسي الخاص بالبلاغه. تعال نطبق كام سؤال على اللي احنا اتكلمنا فيه. جهز قلم وكشكولك وتعالى معايا. حبايبي هتلاقي ملزمه التأسيس الجزء اللي احنا شرحناه موجوده في اسفل الفيديو في الوصف، تقدر تنزلها وتطبعها علشان تذاكر الجزء اللي احنا شرحناه بخصوص تأسيس البلاغه. طب تعالى معايا كده نحل على الجزء اللي احنا خدناه علشان نثبت المعلومات اكتر. اقبل البدر علينا مبتسما. هو بيقول لي هو ده تعبير حقيقي ولا تعبير مجازي؟ بمنتهى البساطه انا قلت لك تعبير حقيقي يعني بستخدم كل كلمه في معناها. اقول لك ايه؟ اقول لك انا سعيد بنجاحي. طيب ده تعبير حقيقي ولا مجازي؟ تعبير حقيقي. طب لما اقول لك محمد شجاع، تعبير حقيقي. طب لو اقول لك محمد اسد، لا محمد مش اسد، يبقى ده تعبير مجازي. طب اقبل البدر علينا، هو البدر ده هيجي علينا؟ هو البدر ده انسان هيجي؟ لا، يبقى ده تعبير ايه؟ تعبير مجازي. ماشي. هذه الفرس سريعه جدا. الحصان يعني سريع جدا. ماشي. هل هنا في حاجه مجازيه؟ استخدمت كلمه في غير معناها؟ قال لك لا، كل كلمه في معناها، يبقى ده بسميه تعبير حقيقي. رقم 3 بيقول لك سقينا الاعداء كأس الهزيمه. طيب هو الهزيمه دي احنا هنشربها للاعداء في كأس؟ قال لك لا، ده تعبير ايه؟ تعبير مجازي. طب رقم 4 بيقول لك انت مثل الورد لونا ونسيما. ده احنا دخلنا في التشبيه. طب هو عايز ايه هنا؟ هو عايز نوع التشبيه. انا قلت لك علشان تعرف في تشبيه ولا لا استعمل زي. مين زي مين في ايه؟ تعالى كده معايا. انت زي الورد لونا ونسيما. انت زي الورده في الايه؟ في اللون والنسيم. طب تعالى كده نطلع الاركان. فين المشبه؟ المشبه انت. انت مثل دي الاداه. ماشي. انت مثل ايه؟ مثل الورد. الورد ده المشبه به. تمام. انت زي الورده في ايه؟ ايه وجه الشبه؟ لونا ونسيما. قلت لك ان وجه الشبه ممكن يجي لي كلمه تمييز ينفع تيجي جار ومجرور. يعني ايه؟ يعني ينفع اقول لك انت مثل الورد في اللون وفي النسيم. ده كده بنسميه وجه الشبه او الصفه المشتركه. طب انا عندي دلوقتي كام ركن من الاركان بتاعت التشبيه؟ عندي 4 على 4. وانت مصر كنت قايل لي المفصل في الاركان الاربعه دي بتبان، يبقى ده نوعه مفصل. رقم 5 بيقول لك ايه؟ انت مثل الغصن لينا. ده تشبيه. تعالى كده. انت ده المشبه. طب انا عرفت مين التشبيه؟ انت زي الغصن. مين زي مين؟ انت زي الغصن، يبقى الغصن ده المشبه به. مثل دي الاداه اللي هي بمعنى زي. كله تمام؟ كله تمام. انت زي الغصن في الايه؟ في اللين، ده وجه الشبه. طيب انا عندي كم ركن؟ عندي المشبه، وعندي المشبه به، وعندي الاداه، وعندي وجه الشبه،
عندي الاربع اركان، وانت يا مستر قلت لي المفصل فيه الاركان الاربعه دي بتبان، يبقى ده نوعه مفصل. رقم 6 بيقول لك وجيش كمثل الليل هيبة. طيب انا عندي هنا ايه ده تشبيه. جيش زي الليل، ده تشبيه. عرفت منين؟ استخدم زي. مين زي مين؟ جيش زي الليل. الجيش ده المشبه. طب فين الأداة؟ كمثل، هي دي الأداة اللي هي بمعنى زي. طيب مثل ايه؟ مثل الليل، ده مشبه به. مثل الليل في الايه؟ قال لك في الهيبة، في الهيبة يعني، يبقى هيبة هي وجه الشبه. طب انا عندي كام ركن كده؟ انا عندي مشبه، وعندي الأداة، وعندي مشبه به، وعندي وجه الشبه. عندي 4/4، والمفصل في الأركان الأربعة دي بتبان، يبقى ده نوعه مفصل. سؤال رقم 7 بيقول لك أنت نجم في رفعة وضياء. عايز أعرف ده تشبيه ولا لأ؟ أنت زي النجم، ده تشبيه. طيب أنت ده المشبه، زي النجم يبقى النجم ده مشبه به. أنت زي النجم في الإيه؟ في الرفعة والضياء، يبقى ده وجه الشبه. يبقى أنا عندي دلوقتي كام ركن من التشبيه؟ عندي 3/4. وأنت مستر كنت قايل لي أما المجمل ده معناه نحذف وجها أو أداة. أنا حذفت إيه هنا؟ حذفت الأداة، ما عنديش أداة هنا. أما زي يا مستر اللي أنت قلتها دي قلتها في دماغي علشان أعرف في تشبيه ولا مفيش. طيب رقم 8 بيقول لك الحرية شمس. نوع التشبيه إيه؟ بمنتهى البساطة الحرية زي الشمس، ده تشبيه. طيب أنا بشبه مين بمين؟ بشبه الحرية بالشمس. الحرية مشبه والشمس مشبه به. عندي كم ركن؟ عندي 2. 2/4، يبقى ده نوعه بليغ، لأن أنت يا مستر قلت لي أما المجمل ده معناه نحذف وجها أو أداة. البليغ العلم حياة دون وجه أو أداة، مفيش ولا أداة ولا وجه شبه. عندي مشبه ومشبه به فقط. طيب تعالى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك الرسول كالبدر في الإشراق. طيب تعالى كده معايا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشبه. الرسول زي البدر، يبقى الكاف هي الأداة اللي هي بمعنى زي الايه؟ زي البدر، ده مشبه به. زي البدر في ايه؟ في الإشراق، يبقى الإشراق هو وجه الشبه. أنا عندي كم ركن؟ أنا عندي 4. عندي مشبه، وعندي أداة، وعندي مشبه به، وعندي وجه الشبه. 4/4. المستر كان قايل لي المفصل في الأركان الأربعة دي بتبان، يبقى ده نوع مفصل. 10 الحياة كتاب مفتوح. طيب أنا عايز أعرف ده تشبيه ولا مش تشبيه؟ استخدم زي. مين زي مين؟ الحياة زي الكتاب، ده تشبيه. ماشي، استخدمت زي وعرفت. فين المشبه؟ المشبه الحياة. فين المشبه به؟ الحياة كتاب. طب هل كلمة مفتوح دي وجه شبه؟ هتقول لي ثواني كده. دي وجه شبه. هقول لك دقيقة واحدة. طيب هي مفتوح دي بتوصف مين؟ بتوصف الكتاب. هل هي بتوصف الحياة؟ قال لك لا. يبقى وجه الشبه هنا ما وصفش غير الكتاب. يعني دلوقتي المفروض ان انا اقول ان الحياة والكتاب، ان وجه الشبه او الصفة المشتركة ان هما مفتوح. لا، يبقى الكتاب بس هو اللي صفته ان هو كتاب مفتوح. طب والحياة؟ لا، مش بتوصف الحياة. وانا قلت لك ان الصفة المشتركة لازم بتكون مشتركة ما بين الاتنين. طب هي عندي هنا مشتركة في الكتاب بس، يبقى دي مش وجه شبه. معنى كده ان انا عندي كم نوع او عندي كم ركن من التشبيه؟ عندي 2. عندي مشبه وعندي مشبه به، يبقى انا عندي 2/4. وانت يا مستر قلت لي البليغ العلم حياة دون وجه او اداة، ولا عندي اداة ولا عندي وجه شبه، يبقى ده نوعه بليغ. وبكده ابطال نبقى خلصنا الحل على الجزء التأسيسي اللي احنا خدناه في البلاغة. ده مجرد جزء صغير يعرفك يعني ايه بلاغة، ايه هي انواع البلاغة، وجزء صغير كده في التشبيه. طبعا احنا ما كملناش الدرس كامل، لكن ده جزء صغير يعرفك يعني ايه بلاغة. استنونا ان شاء الله
في باقي الفيديوهات. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم سيد صابر استاذ اللغه العربيه. اشوفكم على خير. سلام.